وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين يتوكلون على الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا ما يريدون، وفي الآخرة يدخلون الجنة بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم يتعلق في والله ما لك غير الله من أحد، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. إذا كثرت عليك المحن والفتن واشتدت المصائب وعظمت عليك الفتن، وإذا كثر التخويف عليك من الأعداء وما أكثرهم، وإذا تعثرت عليك المعيشة والأمور، وإذا صعب الحصول على القوت والمال والوظيفة، إذا اشتد بك المرض، وإذا عانيت من شدة الحرمان في هذه الحياة وقلة المال وشظف الحياة، وإذا زاد الهم وعظم الغم عليك، وأحاط بك الخصم من كل الجهات، ونزل عليك الكرب من كل جهة، وضاقت عليك الدنيا بما رحبت، فما هو الدواء وما هو العلاج؟ إن الحل والعلاج والدواء هو الالتجاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى، لا حل غير ذلك. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه،
لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة. الله يحدث بعد العسر ميسرة. لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به. إذا بليت فثق بالله وارض به. إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد. والله ما لك غير الله من أحد. فحسبك الله في كل لك الله. الحل الوحيد هو بالتوكل على الله. التوكل على الله وحده لا يكفي، إنما يأتي معه بذل الأسباب. الإنسان يجب أن يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب. التوكل على الله هو حسن الظن بالله والثقة بالله والتوكل عليه في كل أمورك كلها. التوكل على الله سبحانه وتعالى هو السبيل الوحيد، لا سبيل غيره، في جميع الأوقات وفي جميع الأزمات وفي كل مسألة صعبة أمامك، لا سبيل غير ذلك. لكن يجب بذل الأسباب. الرجل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أترك ناقتي وأعقلها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم له: اعقلها وتوكل على الله، أي توكل على الله سبحانه وتعالى، اعقل ناقتك وتوكل على الله. يعني وصول المرء لغايته يحتاج إلى سببين: توكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب. توكل على الله هو عمل قلبي. هذا القلب يجب أن نبذل قصارى جهودنا في تنظيفه من الدنس. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى هو عمل قلبي محض. كل الأمور من ناحية الدين كلها تتعلق بالقلب. إذا صلح القلب صلح الإنسان وجسده. التوكل، الإنسان ينطرح بين يدي الله، بين يدي خالقه، يسجد سجود عميق طويل ويسأل الله سبحانه وتعالى، يضع ثقته بالله سبحانه وتعالى ويفوض الأمر إلى ملك الملوك ويسأل الله سبحانه وتعالى بعد أن يأخذ بالأسباب. سلم إلى الله سبحانه وتعالى ليسلم لمن بيده الأمور كلها بيد الله. ما من شيء يحدث إلا بأمر الله وبإذن الله وبقضاء الله. يجب أن نسلم لتسليم الله ولقضائه. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: التوكل على الله هو نصف الدين. التوكل على الله ونصف الدين، معناها أمر مهم. فالتوكل على الله هو خلق من أخلاق المسلمين ومقام محمود من مقامات التوحيد، حتى يدخل في التوحيد وشرط من شروط الإيمان. وأمر الله سبحانه وتعالى به بالقرآن، ليس في موضع، في 7 مواضع بالقرآن، 7 آيات في القرآن
يمدح الله سبحانه وتعالى ويأمرهم بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين يتوكلون على الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا ما يريدون، وفي الآخرة هؤلاء يدخلون الجنة. الذين يتوكلون على الله حق توكله يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، بل يخرجون من القبور فلا عرض، لا يعرضون عرض عليهم ولا موازين ولا كتب ولا شيء. يدخلون بالنسبة إلى المتوكلين على الله سبحانه وتعالى يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم، آمين. وإنما يمضون سراعا إلى الجنة. أي فضيلة أفضل من هذا؟ إذا الإنسان توكل على الله سبحانه وتعالى وضع ثقته بالله سبحانه وتعالى يدخل الجنة بغير حساب. هذا فضل كبير. بهذا كله بسبب أن الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب. يجب أن يأخذ بالأسباب. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: يدخل 70,000 من أمة الجنة من غير حساب ولا عقاب. لا حساب ولا عقاب ولا عذاب. قيل: من هم يا رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب: الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. فأحسن التوكل على الله. كل من أحسن التوكل على الله يأتي الفرج، يأتي النصر، يأتي الخير كله في الدنيا وفي الآخرة. فالذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل هذا أجره في الدنيا وفي الآخرة. ما من أمر، ما من شيء تريد في هذه الدنيا إلا ويسبق أمران. كل أمر تحتاج إليه، تعمل، زواج، نكاح، تقديم على وظيفة، أولاد، ما من شيء، ما من أمر تريد إلا يسبق أمران. الأمر الأول
هو أنك تأخذ بالأسباب. أولا تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله بعدها. فإذا أخذت بالأسباب وتوكلت على الله فالله سبحانه وتعالى يستجيب لك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه: لو توكلتم على الله حق توكله، يعني إذا الإنسان وضع ثقته في الله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. الله سبحانه وتعالى يقول لو أن الإنسان توكل على الله سبحانه وتعالى لرزق كما يرزق الطير. الطير في الصباح ما عنده مخزن تضع الأكل فيه، تغدو خماصا بالصباح، تذهب، هذا السبب، تذهب إلى مكان وتبحث عن الرزق، فتعود في المساء بطانة، يعني شبعة. يريد أي أمر من الله سبحانه وتعالى في دنيا وفي آخرته يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.